الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أحببت من خلال هذا الفيديو أن أتحدث عن شخصية شهيرة، هي شخصية طارق بن زياد، الذي أراد الكثيرون سرقته ونسبته إليهم، على رأسهم جماعة المخزن. طارق بن زياد هو شخصية جزائرية بامتياز، ونحن حين نقول هذا نقول ونسرد حقائق مدعمين بالوثائق، وليست أكاذيب وخرافات عجائز أبواق المخزن. طارق بن زياد لا توجد لسيرته معلومات كثيرة، يعني صراحة ظلمته كتب التاريخ، في حين قد أنصفته الجغرافيا. وكيف لم تنصفه الجغرافيا ولا يزال إلى الآن يسمى على اسمه جبل طارق، أو جبل طارق ابن زياد. طارق بن زياد فاتح الأندلس، لا نجد إلا روايات مبثوثة هنا وهناك عن هذا الرجل. وردت ربما معلومات عن صفته، وأنه كان أشقر، وتنبهوا إلى هذه المعلومة: كان أشقر الشعر أزرق العين، وكان معروفا بالوسامة والجمال. طارق بن زياد فاتح الأندلس. إلى أين ينتمي؟ هناك من قال أنه عربي، وهناك من قال هو فارسي، ولكن أرجح الأقوال وأقواها أنه من قبيلة نفزة، وأنه بربري. ولماذا هذا القول هو القوي؟ لأنه هو القول المشهور، ولأن ذريته كانوا في الأندلس، ولأن طارق بن زياد هناك من ذكر له نسبا وأعطانا وساق له نسبه، وهو النسب الذي يؤكد بربريته وأصوله البربرية. نجد مثلا هنا في كتاب تاريخ الأندلس لمؤلف مجهول، تحقيق الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد القادر بوباية: وكان طارق من البربر من قبيل نفزة. إذا طارق بن زياد هو من قبيل نفزة، هذه أول معلومة احتفظوا بها. طارق بن زياد من أين؟ من قبيلة نفزة. كذلك يقول صاحب كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارة المراكشي، في الجزء الأول صفحة 43، يقول: ونسب طارق هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن نبرغاسل بن ولهاس بن يطوفت بن نفزاو، فهو نفزي. إذا لازم تحتفظوا بثلاث أسماء: هو من نفزة ابن نفزاو، وهو من أبناء ولهاس أي أنه ولهاسي، وهو ورفجومي من قبيلة ورفجومة. احنا لازم نعرفوا هذه قبيلة نفزاو أو قبيلة نفزة وين كانت الأصول تاعها. نرجع إلى ابن خلدون. ابن خلدون يقول: الخبر عن نفزاوة. الآن ابن خلدون غادي يخبرنا هذه نفزاوة وين كانت، أو على الأقل الفروع تاعها وين كانت. يقول: الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم. يقول: وهم بنو يطوفت بنو نفزاو بنو لول أكبر بنو زحيك، وبطونهم كثيرة. من بطونهم غساسة ومرنيسة وزهيلة وسماتة وزتيمة وولهاصة ومجرة وورسيف، ومن بطونهم مكلاتة. أنا غادي نقول لكم أن هذه الفروع كلها هي فروع جزائرية، وموجودة إلى الآن يعني في نواحي ومدن الجزائر، ولكن لن أتحدث عنها جميعها، بل سأتحدث على القبيلة التي ينحدر منها طارق بن زياد، اللي هي ولهاصة وورفجومة. الآن ورفجومة يقول عليهم ابن خلدون: وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأسا وقوة. أي أن قبيلة ورفجومة كانت قبيلة متسمة بالجمال وأيضا بالقوة. وهذا ما ينطبق على طارق بن زياد، الذي كان معروفا بالوسامة، وكان أشقر الشعر وأزرق العين. قال: ولما انصرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس، وطالبهما ابنه حبيب بالثأر، فلحق عبد الوارث بورفجومة. أين لحق بهم؟ قال: ونزل على أميرهم عاصم بن جميل بالأوراس. إذا قبيلة ورفجومة وين كانت في ذاك الوقت؟ كانت في الأوراس، يعني هذه غير بعيد على فترة ظهور شخصية طارق بن زياد. فإذا مقر وموطن قبيلة ورفجومة كان بجبل الأوراس. وهذه ورفجومة لعبت دور كبير في الأحداث، خصوصا بعد سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، ويعني هجموا على القيروان وارتكبوا فيها الفظائع، وعلى إثر ذلك ظهرت يعني الحركة الإباضية، ومن ثم تأسست الدولة الرستمية. إذا قبيلة ورفجومة قبيلة مشهورة، وجل الأحداث التي قامت بها كانت بين المغرب الأوسط وإفريقيا، وهي أصلها ومستقرها بجبل أوراس. وأيضا يذكر ابن خلدون على قبيلة ولهاصة، لأن ولهاصة أيضا هم يعني من
قبيلة والهاصة يعني من أصول طارق بن زياد. يقول: وأما سائر والهاصة فمن ورفجومة وغيرهم فهم لهذا العهد أوزاع لذلك، أشهرهم قبيلة بساحل تلمسان. إذن والهاصة وين راهم؟ بساحل تلمسان. اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط، وكان منهم في أواسط هذه المئة الثامنة ابن عبد المكلف. مهم يذكر ابن خلدون أن قبيلة والهاصة وين راهي في تلمسان. ويقول أيضا: ومن أشهر قبائل والهاصة قبيلة أخرى ببسيط بونة، أي في عنابة. يعني كاين والهاصة في تلمسان، في ساحل تلمسان، وبالضبط في تموشنت في رشقون، لأن ذيك المنطقة كلها كانت تسمى ساحل تلمسان. يعني هوناين ورشقون وغيرها من السواحل كانت تسمى سواحل تلمسان. إذن قبيلة والهاصة كانت مستقرة ولا تزال إلى الآن بساحل تلمسان، وفيها فرع كان في عنابة في شرق الجزائر. وجماعة عنابة هادو يقول لك بلي تعربوا وقالوا يركبون الخيل ويأخذون بمذاهب العرب في زيهم ولغتهم وسائر شعارهم كما هو شأن هوارة. هنا يعني ابن خلدون راه يؤكد ما أشرنا إليه في رسالة الدكتوراه، من أن قبائل بربرية كثيرة تعربت وصارت تقلد العرب في زيهم ولباسهم، ومنهم قبيلة والهاصة التي ينتمي إليها طارق بن زياد. إذن طارق بن زياد هو نفزاوي والهاصي ورفجومي، لأن اللي يذكر هذا النسب هو ابن عذارة المراكشي، وعليه أخذه الكثيرون. وابن عذارة المراكشي أخذه عن نسابة البربر وعن كبار المؤرخين، على رأسهم ابن الوراق، ابن الرقيق القيرواني. هذا النسب هو الذي يقول أن طارق بن زياد هو ورفجومي والهاصي. ورفجومة هي في الجزائر، والهاصة هي في الجزائر. ورفجومة الأصل تاعها وين؟ في جبل أوراس، مستقرة في جبل أوراس. والهاصة يعني في ساحل تلمسان وعنابة. وهذا ما يعني يتماشى مع المنطق. لماذا؟ لأن طارق بن زياد وقبيلة نفزة وقبيلة ورفجومة أو قبيلة نفزة الكبرى كلها أسلمت بعد مقتل الكاهنة. وبعد مقتل الكاهنة وإسلام البربر ذهبوا إلى فتح الأندلس. إذن يعني طارق بن زياد كان نشأ وتربى تربية إسلامية مع العرب، وصار يعني له احتكاك مع موسى ابن النصير، إلى أن ترقى في الدرجة وصار قائدا مؤهلا لأن توكل إليه وتسند إليه مهمة فتح الأندلس. هذا هو المنطق. أما أن يكون من طنجة كما يزعم أبواق المخزن بدون أي دليل، أما إذا كان من طنجة فيعني طنجة تأخر إسلامها عن المغرب الأوسط، فكيف يعني بسرعة يذهب وتسند إليه القيادة؟ هذا لا يتماشى مع العقل. والنسب الذي سيق لطارق بن زياد يثبت أنهم ابن ورفجومة وابن والهاصة، وهذه القبائل هي قبائل جزائرية. أما إن كانت يعني منطقة تسمى في المغرب مثلا بنفزة وغيرها، فنحن لا ننكر أن بعد ذلك يعني قبائل نفزة وقبائل زناتة وغيرها يعني انتقلت، كانت تنتقل. فمثلا قبيلة صنهاجة اللي كانت في الجزائر في جبال جرجرة، وفي منطقة في بلاد منطقة القبائل الكبرى والصغرى وغيرها، يعني موطن الزناتيين والصنهاجيين. هذه القبائل قبيلة صنهاجة انحدرت ونزلت جنوبا إلى أن استقرت فروع منها في بلاد لمتونة وتسمى صنهاجة الجنوب، ومنهم نشأت دولة المرابطين. أيضا قبيلة بنو مارين الزناتية انتقلت إلى المغرب الأقصى وأسست الدولة المارينية. نحن لا ننكر أن القبائل هذه تنتشر، ولكن أصل القبائل وين كان في الجزائر. وقبيلة نفزة التي منها خرج طارق بن زياد كانت من الجزائر. إن شاء الله يكون هذا الفيديو أفادكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.